مصر دارت ماتش كبير قدام بلجيكا وكان تقريبا خرج بانتصار تاريخي. بلجيكا دخلت بثقل الاسماء كيفن دي بروين، جيرمي دوكو وتيبو كورتوا، ولكن مصر ما دخلتش خايفه. في الدقيقه 19 جات اللقطه الكبيره، امام عاشور خدا الكره وسددها بطريقه رائعه. هدف اول لمصر وهدف شخصي اول ليه مع المنتخب في المونديال. 1-0 لمصر وبلجيكا ولات خاصها تجري ورا النتيجه. الغريب بلجيكا سيطرت على الكره ولكن في الشوط الاول ما قدرتش تضرب مصر بوضوح. الدفاع المصري كان منظم، مصطفى شوبير كان حاضر، معاه محمد هاني وحمدي فتحي كيسدوا المساحات. في الشوط الثاني بلجيكا دخلت روميلو لوكاكو في الدقيقه 66 وهنا الماتش تبدل مباشره. غير ثواني من بعد الدخول ديالو لوكاكو دار الضغط داخل المنطقه والكره ضربت في محمد هاني ودخلت للشبكه. هدف عكسي والنتيجه ولات 1-1. ولكن مصر ما طاحتش. محمد صلاح وعمر مرموش بقاو كيهددوا ومصر حتى كانت قريبه تخطف هدف ثاني في اخر الدقائق، وكان حتى نقاش على ضربه الجزاء اللي ما تحسباتش. النهايه بلجيكا 1 ومصر 1. نقطه مهمه لمصر قدام منتخب اوروبي كبير. مصر كانت تقدر تخرج باكثر من نقطه، فهذا التعادل كيقول باللي الاسم بوحدو ما كافيش، خاص الاداء حتى هو. ومجموعه مصر دابا بدات سخونه، بلجيكا، ايران ونيوزيلندا، وكل نقطه غادي تكون ثمن كبير.